الاهلي يفوز على اسوان بثلاثيه نظيفه وينهي بقى سلسله الخسائر الكتيره اللي اتعرض ليها النادي الاهلي اخر 3 مباريات، سواء بقى من فرقه باسم وحجم ريال مدريد او فرقه بحجم فلامينكو او مباراه صعبه بظروف صعبه زي الهلال السوداني في السودان، وطبعا الخطا الكبير اللي اتعرض ليه محمد الشناوي. لكن فوز مهم، فوز صعب النهارده جدا على اسوان. 3 نقاط كان محتاجها النادي الاهلي بشكل كبير جدا. النادي الاهلي النهارده عمل كل حاجه في الكوره، وخصوصا في الشوط الاولاني سيطره، استحواذ، ضغط عالي، رتم عالي، 3 اهداف نظيفه في الشوط الاولاني. من اول دقيقه باين النادي الاهلي فايق، وخصوصا حسين الشحات وكهربا ومروان عطيه. اسوان النهارده قابل النادي الاهلي من تلتين الملعب، ما كانش بيضغط ضغط عالي على النادي الاهلي، وكمان كان بيقابل النادي الاهلي بدفاع متقدم وبيلعب على خط واحد، بيلعب على الاوفسايد، فكان مالي تلتين الملعب بتاع النادي الاهلي وعامل زحمه كبيره جدا في نص الملعب. فالنادي الاهلي راح موسع مساحات اللعب. هتلاقي حسين الشحات واخد الناحيه اليمين، واخد الخط تماما ناحيه اليمين، واحمد عبد القادر فاتح الملعب تماما ناحيه الشمال، واخد الخط تماما ناحيه الشمال. النادي الاهلي حاول ان هو يسحب فرقه اسوان بقى للتلت الاولاني بتاعه، ويبدا يلعب بقى على الكرات الطويله في عمق دفاع اسوان والمساحات الكبيره اللي سايبها اسوان، نتيجه ان هو بيلعب دفاع متقدم وبيلعب على اوفسايد. اول 10 دقائق طبعا المباراه كانت مقفوله تماما لغايه الهدف الملغي بتاع كهربا، وطبعا الهدف الجميل جدا اللي شفناه النهارده من كهربا في الكوره بتاعه ديانج، القفشه لكهربا وانهاء مميز جدا لكهربا. لكن طبعا قفشه كان اوفسايد وتسلل صحيح على النادي الاهلي. بعد اول 10 دقائق النادي الاهلي بقى سيطر، استحوذ، خلق فرص على مرمى اسوان، وطبعا استغل الكرات العاليه والكرات الطويله بشكل مميز جدا النهارده. وطبعا الفرصه الاولى اللي ضيعها احمد عبد القادر اللي كانت من كورنر، والثلاث رؤسيات بقى من محمد اشرف لمحمد عبد المنعم لاحمد عبد القادر، لكن احمد عبد القادر حطها بشكل وحش جدا في يد حارس اسوان ويضيع اول هدف مؤكد للنادي الاهلي. بعد كده النادي الاهلي قدر ان هو يجيب الهدف الاول عن طريق كهربا والعرضيه المميزه جدا من حسين الشحات. وحسين الشحات النهارده باين عليه ان هو بدا يراجع طريقه تفكيره مع النادي الاهلي، لان كل كوره النهارده بياخدها حسين الشحات بيدور ان هو يطلع باص، بيدور ان هو يعمل اسيست. فالنهارده عمل 3 اسيست في مباراه واحده في شوط واحد قدام اسوان. قبل كده حسين الشحات كان بيحاول بس ان هو لا اما يشتغل فردي لا اما اكتر يسدد على المرمى ويحاول ان هو يجيب هدف. لكن النهارده حسين الشحات مميز جدا، اول ما بيستلم الكوره على طول اول تفكير بيجيله ان هو يطلع باص ويعمل اسيست. فعشان كده ربنا كرمه النهارده ب3 اسيست قدام اسوان، وكمان في شوط واحد، وعرضيه مميزه جدا من حسين الشحات، وطبعا ارتقاء مميز جدا من محمود كهربا، طلع وركب الكرة بشكل كويس جدا واحرز الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 34. المميز جدا كمان النهارده في النادي الاهلي توقيتات الاهداف، يعني هتلاقي النادي الاهلي جايب هدف في الدقيقه 34، في الدقيقه 40 بيجيب الهدف الثاني بتاع احمد عبد القادر. لكن في كره الهدف بتاع احمد عبد القادر صحيح الاسيست الثاني لحسين الشحات، لكن ما تنساش الدور بقى بتاع مروان عطيه اللي بسم الله ما شاء الله مقدم مباراه كبيره جدا النهارده مع النادي الاهلي. هتلاقيه اول واحد دايما تحت الكوره، اول واحد بيحاول ياخد الكره الثانيه للنادي الاهلي ويحاول ان هو يرجع الاستحواذ تاني للنادي الاهلي في اسرع وقت ممكن. فطبعا قطع الكوره من لاعب اسوان في نص الملعب جت لحسين الشحات، حسين الشحات بيخش وبيعمل عرضيه لاحمد عبد القادر في الدقيقه 40 بعد تقريبا 5 دقائق او 6 دقائق من هدف كهربا اللي في الدقيقه 34. نفس الكلام في توقيت الهدف الثالث بتاع قفشه في الدقيقه 45. يعني النادي الاهلي في كل 5 دقائق تقريبا بيسجل هدف في مرمى اسوان النهارده. صحيح النادي الاهلي جاب 3 اهداف في الشوط الاولاني وتالق كبير جدا من كهربا وحسين الشحات ومروان عطيه وديانجو تقريبا كل لاعيبه النادي الاهلي. لكن كمان ما تنساش التالق الكبير بتاع محمد الشناوي، لان تصدى لركله جزاء صعبه جدا على النادي الاهلي وفي توقيت صعب كانت ممكن ترجع اسوان في المباراه في الدقيقه 45. لكن الشناوي تصدى ليها بشكل مميز جدا وحافظ على النتيجه 2-0 لصالح النادي الاهلي. فالشناوي في المباراه الثانيه على التوالي بيتصدى لركله جزاء على النادي الاهلي بعد مباراه الهلال في السودان تصدى لركله جزاء، النهارده كمان بيتصدى لركله جزاء للنادي الاهلي في الشوط الاولاني، وصالح بقى جماهير النادي الاهلي بعد الخطا الكبير اللي وقع فيه في الهدف الفوز بتاع الهلال السوداني على النادي الاهلي المباراه اللي فاتت. فتالق كبير جدا لمحمد الشناوي ولازم تشيد
بتشيد بيه النهارده، لان طبعا جماهير النادي الاهلي انتقدته بشكل كبير جدا على الخطأ اللي وقع فيه في مباراة الهلال وهدف فوز الهلال على النادي الاهلي. لكن شوط اول مميز جدا للنادي الاهلي النهارده قدام اسوان، ضغط، سيطرة، استحواذ، خلق فرص، خطورة كبيرة على المرمى، بتسجل 3 اهداف نظيفة في الشوط الاولاني، بتخلص وتنهي بيهم المباراة في الشوط الاولاني. الشوط الثاني بقى شوط استهلاكي اكتر للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيحاول ان هو يجمد الكوره في نص الملعب، وبيحاول ان يخلي لاعيبته ما تبذلش مجهود كبير، لان دي طبعا المباراه السادسه للنادي الاهلي في شهر فبراير، فطبعا ضغط كبير جدا على لاعيبه النادي الاهلي. فالنادي الاهلي في الشوط الثاني كان بيحاول ان هو يخلي المباراه استهلاكيه، وان هو يسيطر ويستحوذ على المباراه في نص الملعب. تاني حاجه بقى كولر حب ان هو يزود مكاسب النادي الاهلي في الشوط الثاني، فراح مطلع كهربا اللي بذل مجهود بدني بشكل كبير جدا وادى فرصه لشادي حسين. تاني حاجه طلع محمد عبد المنعم اللي طبعا ضغط المباريات عليه كبير جدا الفتره اللي فاتت، لان تقريبا بيلعب كل مباريات النادي الاهلي ال5 اللي فاتوا، ودي سادس مباراه ليه. فالنهارده فرصه لكولر ان هو يريح محمد عبد المنعم ويدي فرصه لرامي ربيعه. النهارده ادى فرصه لبيرسي تاو، ادى فرصه للكندوسي في مباراه بقى سهله نسبيا على الكندوسي بعد مشاركته في مباراه صعبه قدام الهلال السوداني والنادي الاهلي خسران. النهارده كولر بيدي فرصه للكندوسي في مباراه سهله، في مباراه منتهيه من الشوط الاولاني، يدي فرصه للكندوسي في مباراه سهله النهارده مع النادي الاهلي في الشوط الثاني على اسوان. نفس راح مطلع احمد عبد القادر اللي طبعا بدا مباراه السودان اساسي، ودي ثاني مباراه ليه اساسي مع النادي الاهلي. نفس الكلام راح مريح ديانج اللي دي ثاني مباراه على التوالي اساسي مع النادي الاهلي، وراح مدي فرصه بقى لبيرسي تاو. نفس الكلام لحسين الشحات، ريح حسين الشحات في اخر 10 دقائق وادى فرصه لطاهر محمد طاهر. فالنادي الاهلي النهارده خرج من المباراه بمكاسب كبيره جدا النهارده على اسوان، فوز ب3 نقاط باداء بشكل مميز جدا، وخصوصا في الشوط الاولاني بنتيجه كبيره على اسوان على ارضه وسط جماهيره ب3-0. مكاسب كبيره للنادي الاهلي بيزودها كولر بقى ان هو بيعمل روتيشن من اول دقيقه، بيريح واحد زي علي معلول ومفتاح لعب مهم زي علي معلول، كبر المكاسب بقى للنادي الاهلي في الشوط الثاني ويريح اللعيبه الاساسيه بتاعته عشان مباراه سان داونز الحاسمه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا يوم 25 اللي جاي، وهتبقى سابع مباراه للنادي الاهلي في شهر فبراير. فطبعا محتاج ان هو يريح لاعيبته الاساسيه عشان المباراه الهامه والحاسمه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. فطبعا مكاسب كبيره جدا للنادي الاهلي وذكاء كبير جدا لكولر في التعامل مع المباراه الصعبه جدا في الظروف الصعبه اللي تعرض ليها النادي الاهلي الفتره الاخيره. لكن الف مبروك للنادي الاهلي، 3 نقاط مهمين جدا في مشوار الدوري وفي صراع الدوري، 3 نقاط يدوا دفعه قويه جدا للنادي الاهلي الفتره اللي جايه باذن الله تعالى، وخصوصا في مباراه مهمه جدا قدام سان داونز في الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه الجايه والحاسمه قدام سان داونز اللي هتحدد بقى ان شاء الله شكل النادي الاهلي وترتيب النادي الاهلي في جدول البطوله الافريقيه هيبقى عامل ازاي باذن الله تعالى قدام المنافس الاول ليك وهو سان داونز. ان شاء الله النادي الاهلي يفوز وياخد اول 3 نقاط في مشوار البطوله الافريقيه باذن الله تعالى. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، اتمنى يا رب كل التوفيق لكولر، اتمنى يا رب يكون كلام في الكوره عجبكم، اتمنى ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.